اغتسل فمات. فقال صلى الله عليه وسلم: قتلوه قتلهم الله، هلا سألوا إذا لم يعلموا. الحمد لله الذي علم بالقلم، علم الإنسان ما لم يعلم، والصلاة والسلام على النبي الأكرم والرسول الأعظم نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد، مشاهدينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وحياكم الله وبياكم، وأهلا وسهلا بكم إلى رحاب حصتكم اليومية هلا سألوا. هلا سألوا حصة فتاوى تأتيكم يوميا على الجزائرية الخامسة قناة والقرآني الكريم، ويتفضل السادة المشايخ والعلماء بالإجابة عن أسئلتكم واستفساراتكم الشرعية التي تدلون بها في هذا اللقاء. وأرحب في بداية هذا اللقاء بفضيلة الدكتور سعيد بويزري، أستاذ الشريعة والقانون بجامعة زيوز. مرحبا بك فضيلة الدكتور. مرحبا. أهلا وسهلا بك، وسيتولى مشكورا مأجورا الإجابة على الأسئلة التي تدلون بها إلى فضيلة الشيخ. إذن للتواصل معنا في هذا البرنامج مشاهدينا الكرام، دائما أرقام الهواتف والتواصل معنا في خدمتكم وتحت تصرفكم، فنرحب بكم جميعا وأهلا وسهلا. إذن دائما شيخنا سعيد مع مجموعة من الحقوق والتي نخصص لكل يوم من هذه الأيام ومن هذه اللقاءات أن نتناول فيها حقا من الحقوق التي أولاها الإسلام بالعناية والرعاية. ومن الحقوق التي أولاها الإسلام بالعناية والرعاية حق المريض، كما في حديث النبي عليه الصلاة والسلام الذي جاء فيه: حق المسلم على المسلم 5، وذكر منها عليه الصلاة والسلام حق المريض. أول سؤال نسأله فضيلة الدكتور سعيد ونلج به إلى هذا الموضوع: المريض قد يعتبر عبئا على بعض الأسر أو على بعض أفراد الأسر فيتأففون منه ويستثقلونه، فكيف عالج الإسلام هذه القضية المهمة والخطيرة؟ نعم، بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. مشاهدين الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أخي محمد صالح، المرض يصيب جميع الكائنات. نعم. يمرض الإنسان سواء كان صغيرا أو كبيرا، رجل أو امرأة، غنيا أو فقيرا. والمرض أيضا يصيب الحيوان، والمرض أيضا يصيب النبات. إذن فالمرض يصيب جميع الكائنات، فهو من قدر الله عز وجل. هذه رقم 1. رقم 2، لا شك أن كل إنسان يتمنى أن يعيش صحيحا، أن يعيش في عافية، أن يعيش بلا سقم أو مرض، أن يتمتع بصحته الجيدة طوال العمر، وذلك مبتغى كل إنسان، ولكن تجري الرياح بما لا تشتهي السفن. رقم 3، أن المريض إنسان ضعيف. المريض يشعر بالألم، يشعر بالضعف. فإذا كان هذا المريض يشعر بالألم، الأولى للعائلة، خاصة العائلة الصغيرة التي يعيش في كنفها ويعيش في أحضانها، أن تفهم ذلك المريض وأن تقدر ذلك الألم. يكفي أنه يتألم ويحتاج إلى صبر لمواجهة ذلك الألم، لمواجهة ذلك المرض. إذا نام الناس فهو لا يستطيع النوم، وإذا أكل الناس هو لا يستطيع، يعني يحرم المريض من جملة من الحقوق. إذن فهو يعيش مع الألم ربما ليل نهار. ولكن كما تفضلت بالقول حقيقة، بعض أفراد الأسر يشعرون بالتأفف، يتأففون، يعني يستثقلون ذلك المريض، ربما لكثرة مطالبه ولكثرة أنينه وتوجعه. يتوجع، ربما يطلب طلبات يعني متتالية ولا يصبر. فمثلا إذا كان طلب الماء، طلب كاس ماء، يتمنى أن يأتيه الماء في الحين. وإذا كان أراد قوتا طعاما كذلك، وإذا أراد دواء كذلك، وإذا أراد من يساعده في ربما كما يقولوا يغير الجهة، الجنب في الفراش إذا كان مرضه شديدا. فكثرة طلبات المريض
قد يستثقلها بعض أفراد الأسر، ما نقولش كل الأسر. لذلك نقول لهم بكل وضوح أن هذا المرض قدر من الله عز وجل. أحيانا يزيد من مرضه يعني. نعم. خاصة إذا قلت لك أحيانا يزيد من مرضه، خاصة إذا صدر من أولاده أو من بارك الله الأقربين فيه. إليه. وهناك من نعم. المرضى من يدعو الله بالموت، يعني يتمنى أن يعجل الله له بالموت، يقول يا ربي الموت خير من هذه الحياة. نعم. ومنهم اللي يقول لك ادوني للسبيطر، يقوموا بي الفرملية والممرضون وكذا، وما نقدرش نشعر بأنكم يعني بأني ثقيل عليكم، ويتأففون من طلباته وربما يتخلوا عليه ويأذيه بالكلام. ربما بعض أفراد الأسر ما هوش فقط يعني لا يستجيبون لطلباته أو يتأففون، بل يقولون كلاما جارحا، وهذا كما قلتم حقيقة هذا اللي يزيد في مرضه، يزيد في أذاه، يزيد في ألمه. لذلك رسالتنا ابتداء إلى الأسر نقول لهم اتقوا الله في مرضاكم، واعلموا بأن المرض قدر، ومن ركائز الإيمان بالقضاء والقدر، خيره وشره، حلوه ومره. لم يستشر أحد منا في نوع الابتلاءات، ما كانش اللي مستشار. نعم. لا أحد منا جاءته كما يقول بطاقة الرغبات من رب العزة، يقول له واش تحب واش ما تحبش، خاطر لو تأتينا نقول ماذا بك جميع أفراد الأسرة يكونوا في صحة وعافية، كل صباح يخرجوا كاع يخدموا كاع، كل واحد يقوم بروحه إلى آخره، ولكن قدر الله وما شاء فعل. لاستكثرت من الخير. بارك الله فيك. نعم. إذن هذه مسألة أولى نوجهها للعائلة، نقول هذا نعم. المرض قدر من الله عز وجل، عليكم وعلينا جميعا أن نستقبل القدر بطيب نفس براحة بال. الرسالة الثانية نقول للأسر من حقوق المريض رعايته، إذا كان غير أسرته لازم يزوره أي مسلم كما قلتم بالحديث النبي عليه الصلاة والسلام حق المسلم على المسلم 5. من هذه الحقوق عيادة المريض، عيادة المريض. إذا كان أخي محمد صالح واحد من إخواننا، واحد من أحبابنا، يعني تربطنا به أخوة الإسلام، اسمعنا بمراضه، من حقوقها علينا أن نزوره في حدود الطاقة والإمكان، يسلنا هذه الزيارة، وهذا الحق أوجب وألزم بالنسبة لأفراد الأسرة، لأنه هو عضو في جسم هذه الأسرة، وهم أولى برعايته وبالاهتمام به وعيادته وزيارته والتخفيف عنه والتخفيف من آلامه ووجعه. إذن هذه الرسالة الثانية. والرسالة الثالثة نقولها للأسر، أسر المرضى اللي عندهم مريض عجوزة ولا خاصة الكبار. يا أخي محمد صالح كان الكبار ربي يشفي جميع مرضى المسلمين راهم يعانيوا. كان اللي يقول لك أنا نصبر على المرض اللي جا من عند ربي سبحانه، مرحبا باللي عطى الله، ولكن ما نقدرش نصبر على الآذان تاع الأسرة، أفراد الأسرة. نعم. كان يتأفى عليه، كان يقول كلام جارح، وكان اللي ما يجلس معه أصلا، يعني المريض يخليه وحده. جميع أفراد الأسرة يجتمعون في غرفة الاستقبال ولا في المطعم في الكوزينة تاعهم، يعني ويأكلوا مع بعض ويقصروا مع بعض ويضحكوا مع بعض، وهذاك المسكين المريض يتألم، قد ينادي أحدهم ولكن لا يسمعه أحد لكثرة الضجيج ولكثرة الكلام في ذلك المكان. لذلك نقول أن هذه الرسالة الثالثة، بقدر الصبر يكون الأجر. نقول يا الأسر اللي عندهم المرضى صبروا، بقدر ما تصبروا ربي يعطي لكم الأجر، رعاية المريض. والرسالة الرابعة الندم. كم من أسرة ندمت أشد الندم بعد وفاة المريض. نعم. أقول هذا الكلام بكل حزن وبكل أسى. لماذا؟ لأنه شفنا بعض الأسر مريض نتاعهم ما قاموش به، فرطوا فيه تماما. نهار اللي مات خلاص، يعني غسلوه وخرجوه داوه القبر نتاعو، ثم يتلاقاو وكل واحد يحكي حكايات، حتى كي ما يحكيش ضمير نتاعو ينتبه يستيقظ، ولكن بعد فوات الأوان يقول يا ربي الآن كيف أكفر عن سيئاتي، يقول يا ربي كيف هذاك مات، كيفاش لو كان مازال حي يطلبوا منه السماح، يقول يا فلان اسمح لنا فرطنا فيك ومنا وغادي نقوم بك، ولكن خلاص يعني فات الأوان. لذلك ننبه أسر المرضى
باش ينتبهوا إلى هذه المسألة المهمة والخطيرة. الندم يأتي في الأخير، باش ما تندموش وباش ما ندموش جميعا. اللي عنده مريض في الأسرة نتاعو يقوم به في حدود الطاقة والإمكان، بالكلمة الطيبة، بالخدمة الجيدة، بالمرافقة الدائمة، بالتعاون عليه. هذه رسالة أخرى مهمة. يعني إذا كان هذاك المرض يحتاج إلى من يسهر معه، ما يقدرش محمد صلاح يسهر دائما معاه. انت تسهر اليوم وغدوه نسهر انايا وبعد غدوه يسهر واحد اخر وبعدين تسهر واحده اخرى. يعني افراد الاسره يتناوبون على خدمه المريض ويشتركون في الاجر. اذا هذه اهم الرسائل نقدموها لاسره المريض. نعم، شكر الله لك دكتور سعيد وبارك الله فيك على ما تفضلت به وتقدمت. أما بالنسبة للمرض أخي محمد إذا كان سمحت يعني معلش باش ما يحزنش هو أيضا. نعم. باش نروحوا للأسئلة هكذا. نعم تفضل دكتور. إذا كان في سؤال في الهاتف نسبق. لا ليس بعد. نعم طيب تفضل. فقط حبيت نقول المريض أيضا أنت لازم تصبر، لأنه بعض المرضى اسمح لي محمد صالح نعم. يعني كما يقولوا يتجاوزوا بعض الحدود. نعم. وكأنه ييأس من رحمة الله عز وجل ويكثر من طلبات ويبالغ، ويعني هناك غلو. يقولوا لا اصبر، هذا مرض بقدر الصبر يكون الأجر. هذا رقم واحد. رقم اثنين، كلما طال المرض إن شاء الله ربي يخفى عليك الذنوب. ورقم ثلاثة، أنت أيضا دعوا للعائلة، دعوا لهم اللي يقوموا بك ويخدموا عليك، دعوا لهم، ودعاء المريض مستجاب. نعم. وكذلك بالنسبة للزوار، نهار اللي يزور المريض أيضا ننصحهم بعدم الإطالة عليه. ممكن 5 6 يروحوا يزوروا المريض في المستشفى ولا في الدار، يبقوا يقصروا يريحوا ساعة ساعتين، وهذا مما يضر يعني ويؤذي المريض. هذا مما يتنافى وآداب زيارة المريض. وبعض الناس حتى اسمح لي يخالفوا حتى القانون، يخالفوا الشريعة والقانون. يروح للمستشفى في غير أوقات الزيارة ويلح ويصر، يقول لازم نزوره إلى آخره. دونك إذا كان عنده ظرف طارئ وربما جاء من مكان بعيد، لكل قاعدة استثناء. ولكن الإنسان ما يلزمش يعني يخالف آداب الشريعة في زيارة المريض ولا التعليمات القانونية في هذا الباب. نعم. ونقطة أخيرة في هذا الباب، أن المريض يحتاج إلى أمل. اللي يزور المريض ماشي يقول له المرض نتاعك هذا نعرف 10 من الناس ماتوا به. نعم. طبعا هذه كلام مدمر، هذا يزرع فيه اليأس. بالعكس يقول له هذا المرض إن شاء الله ربي يجيب شفاء، أو يخبره بموت فلان أو شيء من نعم هذا. يخبره بيقول فلان مات السنة اللي فات بهذا المرض نتاعك، والشهر اللي فات ماتوا 3 كيما أنت بالمرض نتاعك. يعني هذه ما هيش زيارة. نعم. هذه لا يذكر الموت عند المريض، لا يذكر الموت عند المريض، بالعكس يزرع فيه الأمل ويشجعه، يقول له استثمر هذه الأيام، هذه الأوقات نتاع المرض في الدعاء وفي الذكر وفي الصلاة. أيضا بعض المرضى يضيعون صلاتهم، يقول لك ماذا مرني في السبيطر ما نصليش حتى نخرج للدار وبعدين نعوض صلاتي. ونقول بكل أسى نقول لهؤلاء هذا لا يجوز شرعا، لأن الصلاة لا تسقط بالمرض. هناك تخفيفات في الفقه الإسلامي، صلي قائمة ما تقدرش جالس ولا في أي وضع من الوضعيات، وكذلك ما تقدرش بالماء عليك بالتيمم. كل هذه رخص شرعية جائزة. هناك تخفيفات الإبدال، هناك تخفيفات الإسقاط في الفقه الإسلامي كثيرة جدا لا يسمح المقام بشرحها. وربي يجيب شفاء لجميع مرضى المسلمين. طهور لهم إن شاء الله جميعا. وشكرا لك ثانيا فضيلة الدكتور سعيد وبارك الله فيك. وعلى بركة الله نبدأ في استقبال مكالمات المشاهدين الكرام. معنا أول مكالمة أخونا إبراهيم من ولاية زوزو. نعم يا إبراهيم. نعم أراني مع المباشر. تفضل أنت على المباشر. نعم. أولا بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على رسول الله والسلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. فضيلة الشيخ عندي سؤال أو ملاحظة. نعم. فيما يخص الحصص الدينية أو خطب يوم الجمعة التي تحث دائما على طاعة الوالدين، وبالمقابل لا يوجد هناك ولا حصة واحدة لتخويف الآباء والأمهات لتركهم مهامهم في تربية الأولاد ووجوب طاعة الأبناء ومحبتهم، علما بأن المشاكل اليومية تأتي بوجود عملة اليورو التي فرقت بين كل الأسر الجزائرية. فأصبح الأب والأم يقولان سنفعل ما نشاء لأن لديهم الدينار بزيادة. فنصيحة للوالدين يرحمكم الله فضيلة الشيخ. بارك الله فيك. نعم شكرا يا إبراهيم. بارك الله فيك. معنا
والسلام عليكم. نعم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. شكرا جزيلا. إذا معنا بعض الأسئلة شيخنا سعيد التي وردت إلينا. السيدة فابا من تيزي وزو تقول: متزوجة منذ 13 شهرا، طلقت 4 مرات وتمت الرجعة في كل مرة. تقول: ثم طلقني في المرة الأخيرة مرتين. الآن أريد الانفصال عنه لأنه يطلقني لأتفه الأسباب ولا يحترمني ويتكبر على عائلتي. تحكي عن زوجها. نعم. للأسف الشديد أن ينتهي هذا الزواج بعد هذه المدة القصيرة 13 شهر تحدث فيه هذه الحوادث، حوادث الطلاق، والطلاق أبغض الحال عند الله عز وجل. نقول لأختنا الكريمة: أولا الطلاق في الحقيقة هو أبغض الحال إلى الله عز وجل. رقم 2 أنه مثل هذه الأخطاء الصادرة من الزوج كما قلت في سؤالك يطلقك لأتفه الأسباب، وهذه من الأخطاء الفادحة التي يرتكبها الكثير من الناس. ليس شرطا أن يعيش الزوجان في سعادة تامة. الحياة الزوجية فيها الحلو وفيها المر. الحياة الزوجية فيها الحاجة اللي مليحة، فيها حاجة اللي مش مليحة. ثم أنه حتى الحاجات اللي مش مليحة في الحقيقة تزيد الأسرة ثباتا وقوة. هذه المشكلات التي يواجهها الزوجان إذا تعاون على تجاوز تلك العقبات، هذا يزيدهم ألفة ومحبة، يزيدهم ثباتا واستقرارا. ثم أنه تكوين والتدريب تطبيقي عملي لمستقبل الأيام. كي يزيدوا عندهم أولاد كاين مشاكل أخرى، وكي يتزوجوا أولادهم كاين مشاكل أخرى. هذو مازال ما عندهمش أولاد، 13 شهر طلقها 4 مرات وزادها المرة الأخيرة هذه. أولا نقول لك يا الأخت الكريم، وزيدي قلت أنه يتكبر على أسرتك. وهذه من الكوارث في الحقيقة. حتى القوانين حينما تنص على ضرورة احترام الزوجة لعائلة الزوج، يعني بالنسبة هذا القانون تاعنا قبل التعديل. الآن القانون يعامل الجميع بالسوية، ولكن قبل التعديل كان ينص على ذلك. قولنا في ذلك الوقت قبل التعديل طبعا هذه الأمور لا يمكن أن تتحقق بالقانون، تتحقق بحسن الخلق، بالآداب. لأن الزوجة إذا شافت زوجها يحترم والديها مواليها، هي أيضا تحترم مواليه. شعور متبادل. استسمحك طبعا دكتور. في مكالمتين نتلقاها ثم نكمل الإجابة للأخت السائلة. معنا حورية من قسنطينة. نعم. ألو. نعم. مساء الخير. مساء النور. أهلا وسهلا يا أختي. وليدي أنايا راح نشتي لكم هذا الحالة نتاعي. تفضلي يا حورية. نعم. أنا امرأة كبيرة. نعم. وحاكمة في صلاتي، نصلي ونقرأ القرآن ونذكر ونشعر الطاعة نتاع ربي. نعم. نوض نقوم الليل في الليل، نضع 3 الليل نقرأ القرآن ونصلي ونذكر ونستنى الفجر ونزين ولي نصلي القرآن. هذاك النهار نلقى خرجت لي طرف كيما الذهب هكذا مربع في البيت هكذا فوق الفراش اللي نصلي، ويخرجوا لي منه دوار هكذا، دوار هذوك زي الضوء يجيوني هكذا الحجري، يجيوني الحجري. وهذيك الطرف هذاك اللي كيما الذهب يخرج منه واحد الشعو هكذا كيما الضوء، وهو ماشي باقي الضوء. مالا صليت انا ورحت لبلاصتي، كي طفيت الضوء تاع البيت هذيك ورحت باه ما ينوضوش ولادي في الظلمه. هذاك الضوء قدامي حتى انا وصلت لبلاصتي، والضوء هذاك قدامي حتى شفت راسي في الظلمه. كيما جيت نرقد كي رقدت قلبت راسي هكذا للبطن، نصيب زي الورود هكذا صابطه ليا ويوصلوا ليا ويزيدوا يروحوا، يوصلوا ليا ويزيدوا يروحوا، وعندي مده طويله وانا بالشهاده تاع الورد اللي يوصلني. نعم. مالا هذاك النهار لقيت البيت مليان بالكتيبه عربيه، البطان مليان بالكتيبه تاع العربيه والجناب نتاع البيت. من بعد هذه انا شتيت، انا رحت للعالم نتاع البلاد تاعنا قلت له الشيخ انا هكذا وهكذا وهكذا، قال لي هذه حاجه مليحه. من بعد 3 ايام الله 4 ايام هذاك الورد اللي هبط ليا وليت نشوف وجوه، نشوف مع الحيط نتاع البيت نلقى وجوه تاع رجاله، كاينين رجاله هكذا شوب بعينيهم خضر شعرهم اصفر، وكاين اللي سمر وشعرهم ابيض،
ويجيني هذاك زي الكادر هكذا ويهبط فيه هذاك الراجل الصغر وباللحية، تنقول انا هذا بالك من الصالحين، بالك هذا سيدنا موسى عليه السلام، هذا بالك يعني طالعه في حاجه مليحه. من بعد نشوف هذيك الشوفه، نشوف النساء، نشوف الرجاله، تقلقت بهذيك الشوفه. والقران هذاك اللي يجي في البيت مكتوب، وكاين سجد، كاين سجد نشوف روحي انا قاعده نصلي، ونشوف الحرم تاع مكه، ونشوف الجامع تاع سيدنا محمد اللي مدفون فيه في المدينه، نشوفوا قدامي كاين سجد. ومن بعد تنشوفهم زي الكوميك، تنشوفهم زي الكوميك خفت. قلت بالك هذو الشياطين في سنة رمضان، قلت سيدنا رمضان فيه الشياطين زين نشوفهم. نعم شفتهم، واضح. ونشوف النساء ونشوف الرجاله. يا نعم. خويا قلقت بزاف المره هذه نشوف هذه اللي نشوف. ان شاء الله يعني تسمعي يقولوا لي كيف هذه الحاجه حوريه ان شاء هذه تسمعي. علامة الشقاء والله على الناس هذه. واش هي هذه؟ أنا نصلي وما نقعدش بلا وضوء، ما نقعدش بلا طهارة والذكر والصلاة والعبادة وقيام الليل، وما نهضرش حتى في واحد. تسمعي التوجيه والجواب من الشيخ سعيد بويزري. بارك الله فيك. نعم بارك تابع الله الشيخ فيك. ان شاء الله الصحة بني. شكرا بارك الله فيك. معنا محمد من ولاية بسة. نعم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا. مرحبا. نسيت فضلك هنا حبيت نسقسيكم، عندي واحد سؤالين. السؤال الأول فيما يخص وفي واحد الحديث يقول لك ومن يشتري جنة الفردوس ركعتين من أثناء الليل. ما فهمتهاش هذه صفة واحدة. والسؤال الثاني فيما يخص مثلا كي توتر تقدر تصلي صلاة بعد صلاة هذه ولا لا؟ نعم. السؤال الثاني. هذا هما سؤال ثاني. سؤالك الثاني. سؤال ثاني. نعم. السؤال الثاني قلت لك فيما يخص الصلاة، مثلا صليت أنا العشاء وترت. نعم. صليت الوتر، من بعد تجوز لك صلاة خلف وراء الوتر ولا ما تجوز؟ نعم. ما في لبعض. هذا هو السؤال تاعي، ربي يعيشكم. شكرا يا محمد. إلى زهرة من ولاية سطيف. نعم. نعم يا زهرة. أخت زهرة تفضلي. نعم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. اسمحوا لي اختاش كنت طرحت سؤال الوالدة تاعي. نعم. وفهمني يعني الدكتور سعيد على المسألة يعني ولا شفع عليها على مسألة الميراث. نعم. فيما يخص الوالدة تاعي زوجت ومن بعد مات راجلها وترك الابن وبنت وربيبة. زوجها ترك ابن وبنت. أيوة. وربيبة، يعني بنت الزوج من المرأة الأولى، يعني ما كان زوج راجلها. أيوة. بنته من الزوجة الأولى. الزوجة الأولى. واضح. ايوه. وفهمني يعني في قضيه الميراث، ولكن ما فهمتش العصبه واش نظام العصبه ومن هم المحجوبين. يعني كانت طرحت عليكم السؤال فيما يخص ابناء العم، هل لهم الحق في الميراث ام لا؟ ابناء العم يعني لزوج الوالده. لا. نعم. اخوه الزوج. يعني ابناء اخوه الزوج. نعم. خلاص واضح. ماذا بغيت تفهمنا جزء في هذه القضيه، يعني ابناء العم هل لهم الحق في الميراث وشحال يعني نصيب؟ ذكور واناث هما ولا؟ كاين زوج ذكور وبنتين نعم. اولا الاخت زهره نجاوبك الان على المباشر، بعدين نعطي تفاصيل. نعم. نظرا لوجود الابن لوجود الابن اللي هو عاصب بالنفس ينتمي إلى جهة البنوة، فبالتالي أبناء الإخوة ما يورثوش إطلاقا، هذون محجوبين حجب حرمان. علاش كنقولوا العاصب الابن؟ لأنه ينتمي إلى جهة البنوة، والابن مقدم على الإخوة الأشقاء، باش مقدم عليهم بالجهة. في علم الميراث نسموه الجهة، خاطر سيدي كاتيجوري أصناف، كاين جهة البنوة، كاين جهة الأخوة.
فالابن ينتمي جهة البنوة، فبالتالي يحجب الجميع، يحجب الإخوة ويحجب أبناء الإخوة ذكور وإناثا. لذلك الميراث شكون اللي يديه الابن هذا مع البنت اللي هي بنت الوالدة نتاعك، وكذلك اللي قلتها الربيبة اللي هي بنت زوج والدة نتاعك من الزوجة الأولى. هذو كامل عصبة وما كانش ورث آخرين. هذا واش خلاه؟ هذا ما خلى، ولكن الابن بعد وفاة الأب عاد توفى الابن هذا، يعني الأخ تاعي. أيوة، إذا أنت هي البنت هكذا؟ أنا هي البنت. الله يبارك. طيب إذا الابن هذا اللي هو خوك مات وترك ما عندوش زوجة، لم يتزوج. لم يتزوج. خلاص درك نقول لك كاع الميراث نتاعو وين يروح؟ ترك الأخت فقط. صافي خلاك أنت كأخت شقيقة. نعم. أنت تولي أخت شقيقة. نعم. هكذا. و الربيبة هذيك هي أخته منين؟ من باباه. أخت من الأب. أخت شقيقة وأخت الأب. أيوة. نجاوبك الآن بالتفصيل باش محافظنا على وحداتك الهاتفية. نجاوبك الآن بالتفصيل. المهم بالنسبة لأبناء العم من ميراث هذا الوالد ما يورثوا ولا شيء، محجوبين حجب حرمان أو حجب إسقاط. واضح؟ شكرا يا أختنا زهرة، بارك الله فيك. في تفاصيل ستأتي بعد حين إن شاء الله. يعني اسمح لي دقيقة، يعني أبناء العم هنا ما يورثوش؟ لا، ما يورثوش من ميراث الأب. ومن ميراث الابن؟ سأجيبك بعد حين باش نحافظوا على وحداتك ونعطيو فرصة للآخرين. الله يبارك فيك. تابع الحصات تسمع الجواب إن شاء الله. تابع الشيخ. شكرا جزيلا، بارك الله فيك. شكرا لك. إذا نرجع للسائلة من تيزي وزو يا شيخ. نعم. طيب الأخت إذا نقول كنا نتكلموا على موضوع الطلاق. طلقها 4 مرات. نعم. وقالت في السؤال في كل مرة تتم الرجعة. إذا هي طلاق بائن بين كبرى وتجاوز الحد. بالثلاثة ديجا خلاص يعني أصبح طلاق. هي لما تفصل هل هم متفرقات في مجلس حسب السؤال؟ معلش نعطي الإجابتين. درك يا أختنا الكريمة، إذا كان زوجك طلقك بهذه الصيغة، يقولك أنت طالق 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 4 مرات، هذه نعتبرها طلقة واحدة رجعية هكذا. مع انتهى المرة هذه الأخرى كي طلقك تولي طلقة ثانية، إذا الآن عنده حق يرجعك عادي. أما إذا تقيدنا بنص السؤال أنه في كل مرة تتم الرجعة، معناه طلقك طلقة شرعية رجعية وبعدين رجعك، هاي الطلقة الأولى، وزاد عاود طلقك طلقة الثانية، زاد رجعك، هاي الطلقة الثانية. ربي قال في القرآن الكريم الطلاق مرة فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان. مع انتهى الطلقة الثالثة إذا تمت، هنا اللي نقول هذا اللي يسموه طلاق بائن بينونة كبرى، لا يجوز له أن يتزوجك إلا بخطبة جديدة وعقد جديد ومهر جديد. أصبحت أجنبية عليه، وانت راكي قلتي 4 مرات وفي كل مرة تتم الرجعة. إذا نقول بها تقيدا بنص السؤال أنت الآن مطلقة طلاق بائن بين كبرى، إلا إذا كان بغى يدير معك عقد جديد. في الحقيقة جات الطلقة الرابعة لا تصح، لأنه خلاص راكي بنتي منه بالطلقة الثالثة. إذا وزاد الطلقة هذه إذا اعتبرناها الأخيرة هي الخامسة، خلاص هذه كلها زيادات. للأسف أخي محمد صراحة هناك جهل بالشريعة في هذا الموضوع. كان اللي خلط يعني يطلق بزاف، وحتى كي تقول لي قل كان ما عنديش نية. نعم. النية هذه كان في ألفاظ الكناية نبحثوا عن النية. أما في الطلاق الصريح يقولها يا المرأة أنت طالق، خلاص فهي طالق، لا يجوز العبث. 3 جدهن جد وهزلهن جد كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، منها وربما الطلاق. تكون هناك طلقات لم تصادف محلا يعني يا شيخ. نعم. يعني أن توضح لنا المسألة جيدا. صحيح. نعم، حتى يفهم. بارك الله فيك. فإذا كان رجل مثلا طلق زوجته يقول أنت طالق ولم يتم الرجوع بينهم، ولم يتم الرجوع، إما يعود يطلق في نفس المجلس طلقات، نقول هذا الطلاق الجديد هذا اللاحق لم يجد محلا. مع انتهى هذيك الطلقات اللي جاية تأكيدات، سي دي كونفيرماسيون، تأكيدات. كي يقولها أنت طالق 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 هكذا،
هذه الطلقات اللي جاية كلها تعتبر طلقة واحدة، كل هذه الطلقات نعتبرها طلقة واحدة. ولا الطريقة الثانية يقولها أنت طالق 20 مرة بالعدد، ولا أنت طالق بالثلاث، هذه تعتبر طلقة واحدة. لماذا؟ لأن الطلقات اللي جاءت بعد ذلك بعد الطلقة الأولى التي أنشأها نعم. هذه لم تجد محلا. أما إذا كان يقول لك أنت طالق بعد ساعة ساعتين يوم يومين سمانة سمانتين يراجعك، يقول لك راجعتك، تمت الرجعة، خلاص يستنفى الطلقة الأولى. حنا نقول الآن لو كان زيد طلق طلقة أخرى تحسب عليك ثانية، تحسب ثانية نعم. وهكذا يعني وجدت محلا. وهي تقول في الأخير أنه هي تريد الانفصال، إذن إرادتك تتفق مع حكم الشريعة، فأنتم الآن منفصلان من ناحية الشرعية. ولكن ذلك بعد ما بين الجانب الفقهي نبين الجانب الاجتماعي الدعوي بين قوسين. نقول يا أختنا الكريمة، إذا كان ربي يهدى زوجك وبغى يعود معك زواج من جديد بشروط جديدة، لعله يندم، ربما يسمع مثل هذه الإجابات إلى آخره ويعود إلى جادة الحق والصواب ويندم ويستغفر الله ويتوب. خلاص أنا أعتقد أنه تمنح له فرصة أخرى باش يعود يتزوج بك من جديد، ولكن بخطبة جديدة وفاتحة جديدة، يلاق يعني الخروج قاثة جديد. هو استنفذ الطلقات ثلاث ولا لا شيء المسألة هذه؟ لا استنفذ الطلقات ثلاث، يعني حتى تنكح زوجا غيره؟ لا طبعا بعد ما تنكح زوجا، إذا كان ما دام هي الطلاق بائن كبرى معنى بعد ما تتزوجي زواجا برجل آخر بنية تأبيد. نعم بنية التأبيد. ما هوش هذاك كما قال النبي عليه الصلاة والسلام، يعني لعن النبي عليه الصلاة والسلام المحلل والمحلل، المحلل والمحلل له، واسمه في حديث آخر تيس المستعار، يعني نعم. في حديث في هذا الباب مع انتهى كما قلت قبيلة يعني. وأؤكد وبارك الله فيك على التذكير أخي محمد صالح، شكرا. الله يبارك فيك. أما بالنسبة للحالة هذه أنت الآن طلق بائن بين كبرى، مع أنت ما يقدرش يتزوجك من جديد إلا إذا تزوجت زوجا آخر زواجا شرعيا وبعد نهاية عدتك منه من وفاة أو من طلاق، وبشرط على أن يكون ذلك تلك الوفاة بطريقة يعني طبيعية، ما هوش بفعل الزوج. نعم. خطر إذا كان ذلك الزوج الأول مطلق طلاق بائن بين كبرى يروح يقتل ذلك الزوج الثاني من أجل الزواج بك، خلاص تريد تدخلي في دائرة التحريم المؤبد طبقا القاعدة الفقهية: من استعجل الأمر قبل أوانه عوقب بحرمانه، أو قاعدة فقهية أخرى: من استعجل الأمر قبل أوانه عوقب بعكس مقصوده. نعم شكرا دكتور. تجيب زهرة أو نرجع الإجابة إلى بعد إلى حين؟ نستقبل الأسئلة كان فيها. ما زلنا في الأسئلة الواردة شيخ. سعيد من العاصمة نعم. يسألكم عن تغميض العينين أثناء أداء الصلاة، حكم هذا التغميض؟ باختصار شديد يعتبر مكروها. نعم. اللي يصلي يفتح عينه كي يقول الله أكبر يدخل في صلاة بعد كبيرة الإحرام ما يصليش ومغمض عينه، هذه مكروهة. معنى اللي يصلي وعينه مغمضة حكم الكراهة، صلاته صحيحة ولكن حكمه الكراهة. فقط الجواز وين يكون؟ إذا كان واحد يغمض عينه باش يصرف النظر عن منظر يشوش عليه صلاته، يعني هو راه يصلي وشاف منظر مش مليح، هنا عنده حق باش يغمض عينيه. وزيد نكرر ما قلت المرة اللي فات: واحد يصلي في الجامع اللي قدامه عنده لابس واحد تريكو في واحد الدعاية بيبليسيتي اون ديتاي، شركة من الشركات إلى آخره، هو يقول الله أكبر وطاحت عينه قاع لا يقرأ، يخشع يسمع القرآن ولا يقرأ قاع بيبليسيتي بالفرنسية بالإنجليزية بالعربية. لا، نقول هنا يجوز لك باش تغمض عينك. لماذا؟ لأنه لصرف النظر عن أمر يشوش عليك صلاتك وينقص من خشوعك، في هذا يجوز. وكذلك مما أجازه الفقهاء في بعض اللحظات هكذا أحيانا الإنسان يحس بخشوع أكثر كي يغمض عينه في مقطع من مقاطع في آية من الآيات إلى آخره، كي يكون هكذا بشكل مؤقت، ليس يعني طول القيام، مش طول القيام. إذا كان بشكل مؤقت بشكل متقطع هذا أمر جائز. حكم غسل الجمعة هل هو واجب أم سنة؟ يسألنا الأخ سعيد من العاصمة. الأخ سعيد نقول لك يا أخي سعيد غسل الجمعة هذا مندوب. نعم. مندوب
يعني وفي أحاديث كما حديث ابن عباس، في أحاديث في هذا الباب، وكذلك حديث نتاع أبي سعيد الخدري وغيره من الصحابة. هناك حديث ورد بلفظ الوجوب: واجب على كل محتلم. نعم نعم نعم، هذا الحديث حقيقة. نعم. غسل، هكذا نص الحديث. نعم. غسل الجمعة واجب على كل محتلم. نعم. إذا كان واحد احتلم يروح يرفع الجنابة، ولكن إذا كان ما عندوش، مع ظروف لم تساعده، ولربما استيقظ مع وقت الجمعة مباشرة، يتيمم ويؤدي صلاة الجمعة. لذلك علماء المالكية يحمل على المحتمل. نعم، أو البالغ. علماء المالكية سواء هذا الحديث ولا حديث ابن عباس، نعم. حملوا هذه الأحاديث على الندب لا على الوجوب. هذا ما تقرر في الفقه المالكي، تحمل معاني هذه الأحاديث على الندب لا على الوجوب. الأخ كمال من ولاية المدينة يسأل عن حكم احتكار السلع بين مجموعة من التجار. والله هذا سؤال في صميم الاقتصاد يا أخي محمد صالح، من كوارثنا سواء على المستوى الحي ولا على المستوى القرية أو المدينة أو الدولة أو العالم. هذا الهم نتاع الاحتكار، احتكار السلع مما يدمر الاقتصاد، الاحتكار. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم منع الاحتكار في أحاديث، منها حديث النبي عليه الصلاة والسلام: لا يحتكر إلا خاطئ. حديث صحيح: لا يحتكر إلا خاطئ. من احتكر طعاما 40 يوما برئت منه الذمة. الذمة، بارك الله فيك. هذا حديث آخر. في حديث آخر رواه الإمام أحمد يقول: الجالب مرزوق والمحتكر ملعون. حديث صريح: الجالب مرزوق والمحتكر ملعون. معليش توضيح ربما الناس ما فهمش يعني ما معنى الاحتكار، خاصة هو يقول لك تجار يعني بالاتفاق، وهنا الحرمة أشد. نعم، خاصة إذا كانوا هم يمولوا السوق بالسلع. بارك الله فيك. لأن الاحتكار قد يتم بعدة طرق. ممكن تاجر معين يروح يحتكر، يشتري السلع اللي يحتاجها الناس، البضائع اللي يحتاجها الناس، سلع ضرورية، يشريها وبعدين يخبيها، يخزنها بغرض فقدانها في السوق. معناه يتوفر عنصر الندرة كما يقولوا في الاقتصاد. نعم. عنصر الندرة، تولي هذيك السلعة مفقودة، يولي الخبر ينتشر. ممكن تجي تقول لي ولا نقول لك على بالك هذيك السلعة مفقودة في السوق، يخرج الخبر النهار اللي يوصل إلى مستوى الناس ويشيع قبل ندرة هذه السلع. هو يشتريها قبل ندرتها ويشيع الخبر على ويشيع الخبر. بارك الله فيك. نادرة. يشيع نعم. الخبر أنه هذه السلعة نادرة وما هيش موجودة إلى آخره. بعد ذلك نأتي المرحلة الثالثة وهي التحكم في الأسعار. ثم يولي هذاك التاجر يتحكم في الأسعار، يبيع كما يحب. هذا أمر لا يجوز، هذا حرام، هذا حرام. ويدخل حتى في قوله تعالى: تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل في سورة البقرة وغيرها من الصور. والحرمة أشد إذا كان على سبيل الاتفاق، يعني كما ورد في السؤال يتفاهموا مجموعة من التجار، يتفاهموا، قال كل واحد يشتري من جهتك باش نضمن تحقيق تلك الندرة، نقضيوا عليها تماما في السوق. هذه جريمة في الحقيقة، جريمة اقتصادية وجريمة في منظور الشريعة، والاحتكار حرام لا يجوز. فيه صورة أخرى هل تكون من الاحتكار ولا لا شيخ سعيد؟ من يشتري سلعة في وقت تكون هذه السلعة بثمن رخيص أو أقل ليستقبل بها موسما أو يستقبل بها فصلا من الفصول تكون فيه غالية، كمن يشتري سلعة في الصيف لكي يبيعها بغلاء في فصل الشتاء. نعم. لكثرة الطلب عليها أو لحاجة الناس إليها. نعم. كما يحدث مع يعني الحبوب وغيرها، لأن الناس لا تستعملها في الصيف، تستعملها بكثرة في فصل الشتاء. هذه عادة هل تدخل في هذا الاحتكار؟ الأصل فيها رفع الحرج. نعم. الأصل فيها الجواز. الأصل فيها الجواز. لماذا؟ لأن الشيء طبيعي، التاجر عنده فرص. نعم. فرص ما هوش حرام باش التاجر يستثمر بعض الفرص ويخطط يعني لهذه الأمور، ما في حتى شيء، ولكن ما يكونش عنده نية سيئة في تحقيق تلك الندرة. بل حتى ولو فعل كذلك ما يلزمش أيضا إذا تحقق عنصر الندرة أيضا ما يلزمش يعني يغبن، خاطر تأتي قواعد أخرى شرعية.
ولو رفع الثمن أنا نعم. هذا الذي أريده، يعني لأنه قواعد إذا الشريعة. مفسدة الندرة من جهة، أيضا الغلاء أيضا فهو نعم. مفسدة أيضا. مفسدة. نعم. نعم. لذلك شريعتنا الغرة في الحقيقة تقرر من الأحكام الشرعية التي تحمي التاجر وتحمي المستهلك، حماية المستهلك. الآن في رسائل دكتوراه وماجستير ودراسات وأبحاث معمقة في الشريعة وفي القانون، يعني دراسات كثيرة جدا تعالج هذه الظواهر، فعلا ظواهر مدمرة للمستهلك، مدمر للاقتصاد. السوق تعقد، يعني تعقد. نعم. حقيقة إذا كان عمر الخطاب يقول لك ما يدخلش في السوق نتاعنا اللي ما يفقهش دينه، من لم يفقه. نعم، من لم يفقه. لذلك الفقه مطلوب في هذا الأمر. فبالتالي من الغبن الممنوع شرعا أن يستغل التاجر الندرة وبعدين يغلي الأسعار، يرفع الأسعار، كما صارت للأسف الشديد في كثير من مواسم في رمضان مثلا. نعم. وفي كل مرة يعود الحديث، يعني يفرض نفسه في هذه المناسبات، يعني يطلع في السومة ولا في الدخول المدرسي، الأقلام والكراريس والكتب وكذا إلى آخره. نعم. الإنسان لازم بينه وبين ربي يصفي أموره، ربي هو اللي يرزق، هذاك الرزق الحلال. الناس يرزق الله بعضهم من بعض. نعم. ذكر النبي صلى الله عليه وسلم، ربما هذا في موضوع آخر نتحدث بالتفصيل، حين منع التسعير. نعم. منع التسعير، يعني أحكام الشريعة في الحقيقة في حمايتنا جميعا، تحمينا جميعا، وربي يبارك في القليل الحلال وما يباركش في الكثير إذا كان حراما. نعم. السؤال الثاني للأخ كمال عن حكم كسب المال استغلالا للنفوذ الإداري وطلب الرشوة. نعم. الحقيقة في أحاديث في هذا الباب، يعني الرشوة هذا أيضا مرض، نقدر نقول ظاهرة مدمرة للاقتصاد وللأخلاق والقيم، وظاهرة تقطع العلاقات وتدمر الثقة بين الناس، وهي الرشوة، خاصة إذا كان كما قال صاحب السؤال يستغل نفوذه الإداري. هذه كارثة. يا عجبا اللي وصلوا ربي سبحانه باش يولي ديريكتور ولا يولي شاف سيرفيس ولا واش يولي يستغل هذا المكان نتاعو، هذا المركز نتاعو، السلطة نتاعو، باش يعني يعرقل الناس وبعد ذلك يفرض عليهم رشوة. إما هو اللي يعرقل مع سبق الإصرار والترصد، يقول الدوسي نتاعك ما يمشيش إذا ما عطيتليش الرشوة، ولا هذاك الإنسان مسكين قصده بنيته في أول مرة يقول مباشرة أعطي لي كذا وكذا. يا جماعة الخير صلوا على النبي صلى الله عليه وسلم. والله العظيم غير ما كاينش حاجة مدمرة كما هذا الهم نتاع الرشوة، وللأسف ولاو يسموها ناس تسميات أخرى. مرحبا بك يا أخي كيسموه بالحفوس، استقبيت قرنيش بالحفوس حتى عليه. يعني علاش؟ باش لأنه يا مزوق من برا واش حالك من داخل. نعم. يولي ما يقولكش اعطيني رشوه، خاطر هكذا باين الناس كامل عارفين بان الرشوه حرام، ولكن يقول اعطيني الملحوفوس، ويعطوك اعطي له قهوه، اسمه قهوه. نعم. القهوه. ولا يقولوا اعطي له حقه، لان الاسم الشرعي ثقيل على النفوس. بارك الله فيك. اسم الشرعي نعم. ثقيل، فبالتالي زينوا. ربي قال في القران الكريم فزين لهم الشيطان سوء اعمالهم. يجي الشيطان يزوقوا يكلخ لهم، اسمه تسميه مليحه، شوف لا يشبح يرقم داخل مثل ديغيرك، يا مزوق من برا واش حالك من داخل. حديث صريح، حديث اخرجه الامام احمد وغيره، لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم الراشي، هذاك اللي يدفع الرشوه. نعم. والمرتشي اللي يقبض. نعم. والرائش، الرائش معنى الوسيط، الانترميديير، اللي يسموه حنا يسموه دلال الخير. دلال الخير. أو كارثة، والله لا كارثة يعني. يعني كلش مخلط وكلش مجلط وكذا، ولا سمى روحه دلال الخير. نعم. لاحظت هذا الأمر بصراحة، ربما كما لاحظ غيري. نعم. زمان الرشوة تكون صغيرة، ما يطلبوش بزاف. درك لا يطلبوا بالملايين، يقول لك أعطيني 70 مليون 100 مليون. نعم. وكي تقول له عليه يقول لك لا مانيش وحدي. كاين ناس دلالين الخير معايا. يولي يقول لك راه في 10 معايا ماشي وحدي. نعم. لو كان وحدي يقول لك اعطيني 5 ملايين تكفي، ولكن معايا ايكيب ناسيونال راهي كاع مورايا تتبع فيه. كارثه. وناس تصدق وكذا. وكاين الشباب اللي جابوا لاكارت نتاع الارمي يقول لك بهذه. شحال من الناس. مره جاني واحد قال لي واش يقول شرع، انا مديت 30 مليون، معليش نقولها على الهواء مباشره، مديت 30 مليون الواحد باش يجيب كارطه نتاع الارمي لوليدي،
في الآخر الكارطة هذيك ولات ظهرت ماشي حقيقية، ماشي صحيحة. وليدي راح لارمي، قلت له الشاه فيك، لأنه راك درت جريمة شرعية وجريمة قانونية. نعم. أذان المغرب حرام. أذان صلاة المغرب شيخنا سعيد، ثم نكمل الإجابة لإخواننا السائلين. إذا إلى أذان يرفع المغرب. الآن على مسامعنا آذان صلاة المغرب بحسب التوقيت المحلي للجزائر العاصمة وضواحيها. الله أكبر، الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمدا رسول الله. أشهد أن محمدا رسول الله. حي على الصلاة. حي على الصلاة. حي على الفلاح. حي على الفلاح. الله أكبر، الله أكبر. لا إله إلا الله. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آتي سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته. تقبل الله صلاة الجميع بمزيد من الأجر والمغفرة والنوال. شيخنا سعيد، مع الأسئلة التي وردت إلينا عبر الهاتف الآن. زهرة من صليف، نبدأ بزهرة ثم إلى إبراهيم من تيزي وزو. زهرة سألتنا في مسألة الميراث عن الوالد الذي مات وترك المسألة الأولى ابن وبنت وبنت من الزوجة الأولى، ثم المسألة الثانية بالنسبة لأخيها. أختي زهرة ربي يحفظك من سطيف. نعم. الآن نعود لك بالتفصيل. بابك الله يرحمه كي مات ترك ابنا وترك بنتا اللي هي انت، وترك بنتا من زوجة أولى. لم تذكر الزوجة حية أو ميتة؟ لم تذكر. نعم. لو كان إذا كان الزوجة حية عندها الثمن. نعم. مادام ما ذكرتيش نفترض بلي ماهيش موجودة، معناها ما تتقبلها. نعم. هذه الفريضة رقم 1. الجواب
الميراث كله يورث عن طريق التعصيب بالغير. بمعنى كاين ابن عنده سهمان، كاين انتيا عندك سهم، كاين اختك من باباك هذيك عندها سهم. طبعا حنقول بالنسبة للمورث معناتها البنت الثانية ذكر مثل حظ الأنثيين. نعم. كي طبقنا قاعدة القاعدة القرآنية يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين، معناتها الميراث كله يقسم على أربعة. إذا كان باباك خلى مثلا 200 هكتار مثلا، خوك عنده 100 هكتار، أنتيا عندك 50 أختك عندها 50. هذا هو. إذا خلى 20 مليون، خوك عنده 10 ملايين، أنت عندك 5 ملايين، أختك الأخرى عندها 5 ملايين. هذه الفريضة الأولى انتهينا منها. نعم. أما أبناء العم يعني ابني الإخوة وابنتي الإخوة، هذون ما يورثوش، هذو الجميع محجوبون حجب حرمان كما قلت لك قبيلة. شكون اللي يحجبهم؟ ماشي انت ماشي اختك، خوك الابن الذي ينتمي إلى جهة البنوة يحجب حجب حرمان جميع أبناء الإخوة بنات الإخوة. إذا كان الابن يحجب الإخوة الأشقاء فمن باب أولى أنه يحجب حجب حرمان أبناء الإخوة وبنات الإخوة، بخلاف العكس في الفريضة الثانية. نعم. أما الفريضة الثانية الآن، خوك مات الله يرحمه، خوك مات واش ترك أختا شقيقة اللي هي أنت يا زهرة أنت السائلة، وترك أخت من باباه، هذا رقم 2. وترك ابني أخ ابني عم، وترك ابنتي عم. الجواب: الأخت الشقيقة اللي هي أنت عندك النصف، إذن أنت يا زهرة ترثين النصف 1/2 من ميراث أخيك، تورثي النص. يعني 20 مليون هذيك تورث منها 10 ملايين. 20 مليون هذول نعم عندك تورثي منه النص، ولكن إذا كان خلوه عنده تركة أخرى ممكن هو زاد خدم وإلى آخره. المهم أنت يا الأخت زهرة عندك النصف من ميراث أخيك الشقيق. أما الأخت من الأب هذيك ترث السدس، يعني 1/6. على هذه موجودة بالنسبة في الميراث، نحلوها بطريق المعادلة مجهول واحد، لأن القرآن الكريم ذكر النصف وذكر الثلثين. يعني كان نقول لك النصف زائد 3 نقاط يساوي 2/3 ثلثين. هذه نحلوها بطريق المعادلة مجهول واحد، نعطيو لها السدس. نعم. نعطيو لها السدس تكملة للثلثين. معنى أختك من أبيك ترث كم؟ ترث السدس تكملة للثلثين. معنى أنت النصف، الأخت من جهة الأب هذيك عندها السدس 1/6. أما الباقي طبعا بقى الثلث هنا وين يروح إلى ابني العم. علاه؟ باعتبارهما عصبة بالنفس. يقسموه بالتساوي، يعني ذاك الثلث يقسموه بالتساوي، سدس. أما ابنتي العم هذون محجوبات حجب حرمان. نعم. ما يديوش من الميراث. فما بقي فلأولى رجل ذكر، لحديث النبي صلى الله عليه وسلم فما بقي فلأولى رجل ذكر. أعتقد الفريضة الثانية واضحة الأخت زهر. نعم واضحة تماما إن شاء الله. إبراهيم من تيزي وزو قالك نسمع خطب الجمعة تتكلم عن حق الوالدين ولا نجد الدروس والخطب عن حق الأولاد والإحسان إليهم كما ذكر. خاصة قالك مع وجود يعني الآن المال الذي زاد التفرقة بين الأولاد والآباء. أخي إبراهيم بارك الله فيك ورفع الله قدرك وجزاك الله خير، لأنه نبهتنا إلى مسألة في غاية الأهمية. يعني معظم الدروس وكذا راهي ماشية فقط يا ذراري قادروا واحترموا الوالدين، هذا الأصل. هذا هو الأصل. نعم. ولكن ربي قال في القرآن الكريم يوصيكم الله في أولادكم، ربي توصيكم في الدريان إذا كان الوالدين ما قاموش بالواجب نتاعهم التربوي،
ما قاموش ما ادوش الواجبات نتاعهم تجاه اولادهم. ممكن هذوك الاولاد يوليوا عاقين، يكون عندهم العقوق. هذا رقم واحد. رقم اثنين، بعض الوالدين اخي محمد صالح اذا شافوا واحد مديان انسان مربي هذوك يحقروه. طبعا لا اعمم الحكم. اذا عندهم وليدهم عاصي يوليوا يخافوا منه، يقادروه، يديروا كل شيء. هذه ظاهرة موجودة في مجتمعنا للأسف الشديد، ماشي المجتمع الجزائري، المجتمع الإسلامي بشكل عام. لذلك يعطيك الصحة أخ إبراهيم، جزاك الله خير. مجتمع البشري. وثم قلت إنه بعض الوالدين خاصة عندهم لورو، عندهم دراهم. الاستقلال الاقتصادي، ما دام عندهم دراهم يوليوا يضيعوا حتى أولادهم. يقول ما نحتاجوكمش، احنا عندنا دراهم. وكان اللي يقول أنا عندي لا بونسيون تاعي ما نحتاج حتى واحد يقوم بيا، فبالتالي يعتمد على ماله باش يحقر أولاده، وهذا لا يجوز. الظلم ممنوع. النبي صلى الله عليه وسلم قال اتق دعوة المظلوم، سواء كان ابن أو بنت أو أبا أو أما، فليس بينها وبين الله حجاب. والظلم محرم، الله عز وجل قال على نفسه قبل أن يحرمه على غيره: يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا. لا يمكن أن يتحقق الاستقرار داخل الأسرة إلا بأداء كل واحد بواجبه. الوالدين يؤدوا واجبتهم تجاه أولادهم، يربيوهم، يقوموا بهم وكذا، ويحترموهم وكذا. وكذلك الأولاد لازم يقوموا بوالديهم ويطيعوهم، ولا تقل لهما أف ولا تنهرهما إلى آخر الآيات. حورية من قسنطينة. حورية من قسنطينة أعتقد هي آخر سائلة ولا لا؟ فيه محمد من تبسة. نعم. بالنسبة للحاجة حورية من قسنطينة، الله يبارك، ذكرت يعني أمور تثلج الصدر من صلاة وقيام الليل وذكر وقراءة القرآن والمحافظة على الوضوء المستديم. هذه كلها أمور رائعة جدا. وربما من يعني بركة هذه الطاعات نور بيعطي لك تشوفي هذه الرؤى اللي راك تشوفيها إن شاء الله. هذه كما قال لك الشيخ اللي سألتيه، قال لك هذه حاجة مليحة، وأؤكد أن هذه الأشياء حاجة مليحة. نعم. أما الوجوه اللي تشوفيها ولا قلت أن نشعر بالقلق، نقول لك أوصيك أولا بملازمة الطاعات. نعم. لازمي على هذه الطاعات والتزمي بها، راكي في الطريق السوي. ربي يحفظك ويتقبل أجرك إن شاء الله ويكثر أجرك. ورقم اثنين، أنه لا مجال للخوف والقلق. ما تخافي ما تقلقي. إذا شفتي ضوء، شفتي ربما أي شيء كما يقولوا خارج عن المألوف، هذه ربي سبحانه شغله، يعني يفعل بنا ما يشاء. يفعل بنا ربما مطمئنات، ربما علامات باش تطمئني أنك في الطريق السوي، في طريق الطاعة. هذا واش نقدر نقول لك. وما تبنيش على هذه الأمور أي موقف آخر. نعم. لا غرور ولا شيء واحد آخر. معناه ثبتي وما تقلقيش وما تخافيش، وربي إن شاء الله يثبت أجرك، والتزمي بهذه الطاعات. نسأل الله لك التوفيق. آمين يا رب العالمين. محمد من تبسة يسأل عن حديث النبي صلى الله عليه وسلم: هل ورد قوله من يشتري الفردوس بركعتين من الليل؟ في الحقيقة هناك أحاديث أخرى يعني تؤكد، يعني تبين كأنها مقولة لأحد الصالحين. هذه فيما أعلم هي مقولة لأحد العارفين بالله سبحانه وتعالى. مقولة لأحد العارفين بالله سبحانه وتعالى. أما صلاة الليل وفضل صلاة الليل، هناك أحاديث كثيرة للمصطفى صلى الله عليه وسلم تبين فضل الدعاء والذكر والصلاة في السحر. نسأل الله القبول. آمين يا رب العالمين. سؤال ثاني يقول لك: أصلي العشاء ثم أوتر بعدها، فهل لي أن أصلي بعد صلاة الوتر؟ طيب، لا وتران في ليلة واحدة. هذا رقم واحد. مع ذلك الإنسان يعني عنده نية وعنده عزيمة. أختنا زهرة من سطيف تعيد الاتصال. نعم. تريد تستوضح منك فضيلة الدكتور. زهرة من سطيف. نعم. نعم أخي، في الفريضة الثانية ترك الوالدة. أيوة. الفريضة الثانية إذا ترك الأخت، ترك والدة وأخت شقيقة، هي أنت شقيقة وربيبة. احنا نقولوا الأخت زهرة، نصحح، ماشي ربيبة، نقولوا أخت من جهة الأب. أخت من جهة الأب. أعطيكم الصحة. هذه ماشي ربيبة الآن، ما هيش ربيبة، مركزها ما هيش ربيبة، أخت من جهة الأب. وترك ابني عم وابنتي عم. والوالدة، الوالدة تاعي. الوالدة تاعك. طيب. الجواب بقي معي في الخط. الوالدة تاعك ترث السدس. السدس لسببين: وجود جمع من الإخوة المرة اللي فات، يعني لسبب واحد، يعني لوجود الجمع من الإخوة والأخوات. أنت كأخت شقيقة ترثين النصف، أنت عندك النص. الأخت من جهة الأب عندها السدس، باش النصف نتاعك كي نزيدوا له السدس يوليو 2 ثلثين. شحال بقى الآن في الميراث كي نخرجوا أصل المسألة؟ بقى فقط السدس.
أليس كذلك؟ هذاك السدس اللي بقى وين يروح؟ يرثه ابن العم. الباقي تعصيب. باقي تعصيبا. احنا نقولوا الباقي تعصيبا باللغة الميراث الفرائض، نقولوا الباقي تعصيبا. بعد ما تأخذ الوالدة نتاعك السدس، بعد ما تأخذ انت النصف، بعد ما تأخذ أختك من جهة الأب تأخذ السدس، هذاك الشيء اللي يبقى يروح لابني العم. أما ابنتي العم ما يورثوش. ما جيش بنت العم تقول أنا خويا نورث معاه، لا 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 لا، ما تورثش بنت العم، ما تورثش، ولكن اللي بقى يروح إلى ابني العم. إذا في هذه الفريضة الثانية أبناء العم يورثوا الباقي تعصيبا من ميراث أخيك. وشحال باقي التعصيب بالتدقيق؟ بقى السدس بالضبط. السدس بالضبط. درك إذا حبيتي ديري برك عامل الكسور، جمع الكسور، السدس نتاع الأم زائد النصف زائد السدس، أصل المسألة هو 6. بقى السدس اللي بقى بالضبط السدس. مع إذا كان 60 مليون نبدا نقسمه، هو يبقى له 10 ملايين يروحوا لبني العم 5 من 5 ملايين. شكرا جزيلا. وأشكرك بدوري، جزاك الله خيرا على التدقيق في السؤال وعلى هذا الإلحاح في السؤال، وبارك الله فيك. نعم. شكرا لزهرة، بارك الله فيك. مع محمد شيخنا سعيد. محمد، إذن صلاة العشاء قلت إذن لا وتران في ليلة واحدة، لازم وتر واحد. إذا كان واحد عنده نية باش يصلي صلاة القيام ينوض قبل الفجر، الأولى لا الأفضل له طبعا والمطلوب شرعا أنه يصلي العشاء وما يصليش الوتر، يؤخر الوتر إلى ما قبل الفجر، كي ينوض وقت السحر يصلي ما تيسر له، صلاة القيام صلاة الليل مثنى مثنى، ركعتين ركعتين، وبعدين كي يكمل يصلي صلاة الوتر ثم ينتظر الفجر ويصلي الفجر. لذلك حصل في عهد النبي صلى الله عليه وسلم لما كان عمر بن الخطاب أخذ بالعزيمة، يعني كان يؤخر صلاة الوتر إلى ما قبل الفجر، ولكن كان أبو بكر الصديق لا يوتر يحتياط. إذا كان واحد يعني يحتاط لنفسه ولدينه، فإذا كان شاف روحه ربما يجد صعوبة في الاستيقاظ أو ربما تعب ولا شيء من هذا القبيل يصلي الوتر نتاعو. وإذا نام، إذا كان نام رقد، يعني صلى العشاء وصلى الوتر ورقد ولو كان دقيقة واحدة، المهم رقد. إذا استيقظ عنده حق يقوم الليل عادي يصلي كما يشاء مثنى مثنى حتى يأتي وقت صلاة الفجر ويؤدي الرغيبة ثم يتبعها بصلاة الفريضة. نعم، شكرا دكتور سعيد. سؤال أخير ورد إلينا، السفر في يوم الجمعة، ما حكم السفر في هذا اليوم؟ طبعا السفر في كل وقت جائز مباح. نعم. الأصل في الأشياء الإباحة، يعني صلاة الجمعة لا تمنع السفر؟ لا تمنع السفر، ولكن الإنسان يحتاط. إذا كان سمح لي ذاك يدير، إذا كان شاف روحه مثلا علاش يغامر بصلاة الجمعة، يصلي صلاة الجمعة ثم يسافر يدير ترتيباته. ولكن إذا كان مضطرا للسفر فالسفر الجمعة لا تعطل السفر، طبعا على أن يكون السفر مباحا. نعم، وذلك الرجل الذي امتنع عن السفر في حضرة عمر بن الخطاب قال إن يوم الجمعة فلن أسافر، فأرشده إلى أن يسافر ولا يجعل من الجمعة مانعا له. الصلاة الجمعة ليست عقبة وليست عائقا أمام الناس. وبهذا السؤال نأتي إلى نهاية هذا البرنامج وهذا العدد. باسمكم جميعا نتوجه لشكرنا الجزيل والجميل لشيخنا سعيد بويزري، ونلقاكم غدا بحول الله وقوته. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله.